الدقاقة نورا اللي غنات في عرس ديال الجن. الأعراس هي أجمل المناسبات اللي كيتجمعوا فيهم الصغير والكبير، غنى ورقص حتى الليل. هادشي ما كاينش غير في المغرب بل في جميع الدول العربية. والقصة ديالنا وقعت في الكويت، مرأة أو الدقاقة نورا اللي غنات في عرس، ولكن ماشي أي عرس، عرس ديال الجن. قصة أغرب من الخيال ولكن حقيقية. فشنو قصة هاد الدقاقة اللي غنات في عرس ديال الجن، وكيفاش غتكتشف بلي الناس اللي دايرين بها ماشي من الانس ولكن من الجن، وكيفاش غادي تهرب منهم؟ القصة كلها غادي نعاودها لكم اليوم. فقبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي قصة نتوما الاولين، وحطوا لايك للمقطع ووصلوا ل1000 لايك. يلا نبداو. القصة ديالنا كتبدا سنة 1997 بالكويت. ديك الوقيته كانوا معروفين الدقاقة في الأعراس، حيت باقي ما تعرفوش دوك الآلات الموسيقية ديال دابا. نورا كان صوتها زوين وقوي، كانت كتنشط الأعراس وكان عندها جمهور ديك الساعة، كان كلشي كيعرفها وعليها الطلب. كانت حياتها عبارة عن أعراس من عرس لعرس، اللي كان كيخليها تكون محبوبة بزاف من غير أن صوتها قوي بزاف، هو أنها كانت متواضعة بزاف. مهم، هذه هي حياة نورا، كيف كاع الناس عندها حياة طبيعية. واحد النهار نورا غيجيها اتصال من عند واحد العائلة، غادي يطلبوا منها أنها تغني في عرس بنتهم. العرس غيتقام مع 10 ديال الليل ونهار الخميس في منطقة سميتها الصباحية، كاينة بطبيعة الحال في الكويت. غادي يتفقوا معاها على الثمن وغادي يديروا معاها 500 دينار ديال شحال هذه طبعا. مهم، كان مبلغ كبير بزاف ديك الوقيته، حيت نورا كانت مشهوره وكان عليها الطلب بزاف. مهم، نورا غادي تعلم الفرقه ديالها وغادي تعطيهم التفاصيل. الفرقه ديال نورا كان فيها 6 ديال العيالات. مهم، جا نهار الخميس وجدوا راسهم ومشاو في الوقت، ومع 10 ديال الليل بالضبط فاش وصلوا كتبان ليهم الدار زوينه بزاف وكلها ضواو. مهم، دخلوا للدار، وفاش دخلوا لقاو الناس كيحتفلوا وكلشي هو هداك عادي، الناس كتشطاح وفرحانه وناشطين. شافوا داك المنظر قالوا داكشي اللي بغينا، نضربوا غير شويه ونمشيو فحالنا. غادي يجي عندهم مول الدار وغادي يديهم لواحد الغرفه اللي كانوا موجدينها ليهم على قبلهم باش يبدلوا فيها وحتى يستراحوا. مهم، الدقاقة نورا غادي تجلس، غادي تدرب هي والفرقة ديالها ويسخنوا الآلات بما تجمع كلشي. مهم، مع خرجوا غادي تبان ليهم الدار كلها عامرة بالناس، والناس بزاف بعدد كبير. هما تصدموا بزاف من المنظر اللي شافوه. غادي يبداو يغنيو وهما كيغنيو والناس كتزاد بطريقة غريبة، يعني بطريقة كتخلع. مهم، كملوا الغنى ديالهم حتى وصلت 12 ديال الليل. نورا عيات ووقفات باش تشرب، وهي كتشرب غدو عند وحده من الفرقه وغادي تقول ليها: نورا، واش ما لاحظتيش شي حاجه ماشي هي هذيك في الضياف؟ قالت ليها: لا، علاش مالهم؟ قالت ليها: قبيله فاش جاو كيعلقوا الفلوس ويسلموا علينا كان الخد ديالهم بارد بزاف ومتجمد وفحال ما فيهمش الروح. نورا ما دات ما جابت، وغادي تقول ليها: غير كيجيب لك الله. واخا هنا نورا بدات كتحس بالخلعه وباللي شي حاجه ماشي هي هذيك. غادي تفوت 12 ديال الليل وتوصل 3 ديال الصباح. كملوا الغنى والناس كيشطحوا بحماس وبشكل قوي ماشي طبيعي، وكيخلع شويه بداو كينقزوا ويطيحوا على الارض. وهنا فين غيشوفوا شي حاجه عمرهم ما غادي ينساوها حياتهم كامله. دوك الناس فاش كانوا كينقزوا كانت كتطلع لهم ديك الكسوه اللي كانوا لابسين، وكيبانوا وجليهم باللي كانوا وجلين ديال حيوان ماشي ديال بنادم. يعني الناس كلها اللي كانوا تماك ما كانوش بشر، كانوا جن. وهنا نورا والفرقه ديالها غادي يعرفوا ان الشك ديالهم كان في محله. شويه غادي يحطوا الماكله، وهنا الصدمه الكبيره، حيت الماكله كامله كانت عباره على لحم لا غير، ما كاينه لا فواكه لا خضر لا حتى شي حاجه، غير اللحم بوحدو. مهم، بقاو كيغنيو وهما مصدومين بداكشي اللي شافوه وما كانوش بغاو يبينوا حيت ما عارفينش اشنو غيوقع ليهم من بعد. نورا غدير شي حاجه اللي ماشي كلشي يقدر يديرها، كانت شجاعه بصراحه وخدمات العقل ديالها.
كتقول الفرقة ديالها كملوا كملوا وما تبينوش انكم خايفين وعرفتوا حقيقتهم، حيت الا حسوا بينا عرفنا غادي نقدروا نخرجوا من هاد الدار ميتين. والصراحه هنا خدمات عقلها، حيت واحد في بلاصه غادي يهرب بطبيعه الحال. اقتنعوا كلهم الا وحده معاهم في الفرقه اللي سخفات وما قدراتش تحمل الخوف. مع سخفات هما يوقفوا بطريقه مرعبه الشطيح وبداو كيشوفوا فيها. هنا غادي تجي عندها واحد السيده من الضيوف وغادي تقول ليها مالها سخفات، واش نجيب ليها الماء؟ غادي تقول ليها نورا لا غير عيات وصافي. مهم نورا غتطلع هي وهذيك اللي سخفات الغرفه اللي كانوا مصايبينها ليهم، ولكن فاش طلعوا غادي يلقاو داك ليطاج مخرب كامل وماشي كيف ما شافوه في الاول، مصيب ومقاد. مهم غادي تفيقها وتشرح ليها، غتقول ليها بلي خاصنا ما نبينوش حتى نساليو ونمشيو فحالنا الا بغينا نبقاو حيين. وفي الصراحه داكشي اللي وقع. غادي يرجعوا ويبداو الغناء بحال ما طرا والو، حتى غادي يود الفجر. ومع غادي يود الفجر غادي يقول الله اكبر، غادي تقطع الضو ويجي السقيل، حتى صوت ما كيتسمع بحال حتى شي حد ما كاين في الدار. هنا الفرقه بداو كيغوتوا بالجاد بالخلع. نورا ما غوتاش ما والو، بدات كتقرا في القران في خاطرها، حتى غادي تغوت في الاخير وتقول لهم يلا نهربوا. وفعلا هربوا، خلاو داكشي ديالهم ما هزوا معاهم والو، لا الالات الموسيقيه لا حوايجهم ولا حتى شي حاجه. فاش غادي يخرجوا هربانين غادي يتلفتوا من وراهم وغادي يلقاو الدار اللي كانوا فيها كلها مهجوره والحيوط ديالها ريبين، يعني ماشي كيف ما دخلوا ليها في الاول. صافي وهما هربانين غادي يتلاقاو مع واحد الراجل كان غادي للجامع باش يصلي الفجر. غادي يسولهم مالكم هربانين وشنو كديروا في هذا الليل؟ نورا قالت ليه جينا نغنيو في واحد العرس ونعتات لي الدار اللي كانوا فيها. ويقول لهم كيفاش اش من دار كتهضروا عليها؟ هذيك الدار راها خربه ومهجوره من زمان اكثر من 10 سنين دابا. وقال لهم باللي هادوك اللي شفتو تماك راهم جنون ماشي من الانس، وبزاف ديال الناس كيتشكاو وحتى واحد ما كيتيقهم. وديما كنسمعوا اصوات منها بالليل ولكن ما كان حتى شي واحد كيتيقنا. وهنا عرفات دقاقه نورا والفرقه ديالها باللي غنات في عرس ديال الجن. دقاقه نورا قررت انها تسالي المسيره ديالها ولا عمرها تعاود تغني في شي عرس مازال، وغادي تعتزل. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا. قولوا لي شنو كيبان لكم نتوما وشنو الراي ديالكم في هذه القصه، كتبوها لي في التعاليق. واش بصح ولا غير دقاقه نورا اختلقات هذه القصه؟ ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش اي قصه توصلكم نتوما الاولين. باي باي.